إيه هي فكرة منيو الأسبوع؟ يعني إيه أصلًا منيو الأسبوع؟ يعني إن أنا باعمل أكلات باحددها إن أنا هاعملها طول الأسبوع. طب أنا ليه باعمل كده؟ علشان خاطر أحدد هدفي حتى في الأكل. دايمًا إن أنا في كل حاجة لازم أحدد الأهداف بتاعتي، أكون عارفة إحنا هناكل الأسبوع ده مثلًا 4 أيام رز، يومين مكرونة، يوم ناكل حاجة بالعيش، فأكون عارفة المنيو بتاعي. ومش مجرد إن أنا باكتبه ورقة وقلم، كمان علشان خاطر لمّا أنزل أشتري الطلبات. أنا قُلت قبل كده في كذا فيديو من فيديوهات التوفير، لمّا نكون نازلين مثلًا نجيب الأكلة اللي أنا هاقولها لكم النهارده، هنقول 7 أكلات إن شاء الله، هيكونوا سهلين معانا ويكون منيو على قد الإيد. بس لمّا نيجي نجيب الطلبات نجيب حتى مكعب مرقة الدجاج اللي هتحتاجها الأكلة، قرن فلفل اللي هتحتاجه الأكلة، أي حاجة هتحتاجها الأكلة اللي إحنا هنقولها. تعملي إيه، وأنتِ بتكتبي المنيو بتاعِك ونازلة تشتري حاجة الأسبوع بتاعتِك، تجيبي طلبات كل أكلة بتجيبيها وتشيليها في قلب التلاجة كلها في صندوق مع بعضها، في باسكت مع بعضه، مش موجود عندِك باسكت في شنطة واربطهم مع بعض. يعني مثلًا لو هاعمل مسقعة، هاجيب البتنجان، هاجيب البطاطس، الطماطم، الفلفل الرومي الحامي، أجيب الطحينة، كل ما هو وأحطه في شنطة واربطه واحطه في التلاجة، يبقى كده الأكلة بتاعتها كلها مع بعضها علشان خاطر ما يبقاش أشتري حاجة تانية، يبقى الموضوع ليه ديل كده زي ما بيقولوا. بس قبل ما نبدأ المنيو أحب أعرفكم بنفسي، أنا زينب ودي قناتي، أتمنى تنوروني بلايك واشتراك وكومنت جميل منكم، وصلوا على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أول أكلة معانا أكلة حلوة جدا وكمان مشبعة وكمان هتوفر معانا. طب إيه هي الأكلة الجميلة بتاعتنا؟ هنعمل بطاطس بالسجق. طيب إزاي أنا هاعمل بطاطس بالسجق وهاعمل جنبها إيه؟ هل جنبيها هاعمل مكرونة، هاعمل رز؟ هاقول لِك النهارده. هنجيب مثلًا لو إحنا 3 أفراد، لو إحنا 4 أفراد، هاحاول إن أنا هادخّل لحوم في الأكل، بس هتكون حاجة على قد الإيد. هاجيب ربع كيلو مثلًا من السجق، هاجيب كيلو بطاطس أو كيلو ونُص بطاطس. اللي هتقول لي ربع كيلو قليل، هاقول لِك زوّدي زي ما أنتِ عايزة. طيب هنعمل إيه؟ هانزل أول حاجة أحط شوية زيت أو معلقة سمنة، هانزل بالسجق بتاعي أنا مقطعة الواحدة على نصين، مش أكتر من كده عشان ما يفتفتش معايا. هانزل بالسجق أديله تشويحة حلوة، وبعد كده بصلاية مفرومة وفص من التوم وقرن فلفل أخضر حلو، وبعد كده أديله تشويحة حلوة وأنزل بالطماطم بتاعتي اللي أنا ضرباها في الخلاط. هانزل حوالي بلتر من الطماطم. بعد كده أحط الملح قليل علشان خاطر السجق بيبقى مملح. أحط الملح، فلفل أسود، كمون، كزبرة، مكعب مرقة الدجاج ويغلوا ويعمل التسبيكة بتاعتي 3/4 سوا. هاكون مقطعة القلقاس البطاطس زي تقطيع القلقاس بالضبط أو أكبر شوية. أغسلها كويس وبعدين أنزل بالبطاطس وأديهم غلوة على النار. لو محتاجة كوباية من المَيّة السخنة، أنزل بكوباية مَيّة أو مَيّة من الحنفية عادي، وأسيبهم على النار لغاية ما يدخلوا في السِوَى، وأعمل شوية جنبها رز أبيض والمخلل بتاعي، وهتبقى غدوة جميلة. زوّدي الكميات على حسب ما حضرتِك عايزة، تعملي رز أبيض، رز بشعرية، بس إحنا بنحاول ننوّع في الأكل. طب الأول أكلة عملناها برز بشعرية، تاني أكلة هنعمل إيه؟ هنعمل جنبينا مكرونة ونجيب بطاطس من الصغيرة دي. البطاطس الصغيرة هتبقى معايا عاملة كيلو ونص ب10 جنيه، ب8 جنيه، ومش حابة إن أقول لِك في المنيو أسعار علشان ما نختلفش مع بعضينا شوية. هنعمل إيه؟ هنعمل مكرونة مقصوصة. المكرونة المقصوصة دايمًا لمّا نكون بنعملها جنبيها بطاطس أو جنبيها بيض مسلوق بتكون زيادة معايا وبترمي كمية أكتر، ودي أكتر مكرونة بتضاعفي فيها الكمية هي المكرونة المقصوصة. إحنا النهارده عايزين نعمل منيو بداية أسبوع جديد والمدارس، وطبعًا أنتم عارفين إن إحنا على قد ما نقدر بنعمل أكلات مشبعة وعايزين نوفّر في الأسبوع. يبقى هنعمل مكرونة مقصوصة ونجيب البطاطس الصغيرة نغسلها كويس بقشرها ونسلقها مَيّة وملح مش أكتر من كده، ولمّا ندخّل الشوكة كده فيها ونحس إنها استوت، اقفلي عليها وصفّيها، ولمّا تهدى قشّري من عليها القشرة. طب ليه باسلقها بالقشر؟ عشان خاطر ما تشربش معايا مَيّة كتير. وبعد كده أنزّلها بقى لو هي كبيرة حبّة في الحجم ده باقسمها نُصّين، لو صغيرة بانزّلها زي ما هي. باعمل إيه؟
بانزّلها بقى في الزيت تتحمّر معايا وهتبقى طعمها تحفة. يبقى أنا عملت المكرونة وحمّرت بطاطس وعليها بقى برطمان الدقة الحلو بتاعي، شوية من الملح، من الكمون، من الشطة، مش أكتر من كده، وأحُط على البطاطس وحزمة جرجير معايا أو طماطم مخلّلة، هتبقى غدوة في منتهى الجمال. طيب تالت غدوة معايا هنعمل إيه، هاجيب ربع كيلو من الفاصوليا البيضا. ربع كيلو يعني قبل كده واحدة بتقول لي ربع كيلو قليل جدًا ل5 أفراد، لأ إحنا أسرة دلوقتي بنكون 5 أفراد، بنعمل إيه، بنجيب ربع كيلو من الفاصوليا البيضا، بانقعه باحط مَيّة في الكاتل، وأنقّي الفاصوليا البيضا وانقعها حوالي ساعة بالمَيّة المغلية، وباحط معاها ربع معلقة من البيكنج باودر وأنا ناقعاها، علشان خاطر بتنفش معاكِ وبتزيد وبتسرّع عملية السِوَى لمّا تيجي تسويها. بعد كده بتدلقي المَيّة دي بعد ساعة، ساعة وربع، مش أكتر من كده، وبتكوني مدّياها كام تقليبة كده وأنتِ برضه بتنقعيها، ما تسيبيهاش منقوعة كده وتفضلي سايبة إيدِك عنها، انقعيها وأنتِ بتغسلي المواعين، تعملي لِك فنجان قهوة، كوباية شاي، وتبقى إيديكِ فيها وهي على رخامة المطبخ. بعد كده بترجعيها تاني على البوتاجاز بمَيّة سخنة، وبتسيبيهم لغاية ما تستوي، وتعملي فاصوليا بيضا حجمها بيتضاعف معاكِ وشوية رز بشعرية وتعملي جنبها طبق سلطة خضرا بتبقى أكلة في منتهى الجمال. طب كده إحنا عملنا 3 أكلات، الأكلة الرابعة باعمل كشري، صدقيني الكشري المصري اعمليه بتمن عدس بجبة مش أكتر من كده، مقاديره اعملي نُص كيلو رز، ربع كيلو من الشعرية، تمن كيلو من العدس بجبة، وتعملي لتر طماطم من للصلصة. مش أكتر من كده، وباجيب ربع كيلو مكرونة مشكّل من عند العطار، قولوا له أنا عايزة ربع كيلو اسباجيتي على المكرونة الصغيّرة ديّة، هيدّيكِ ربع كيلو مشكّل، اعملي المكرونة وتعملي حلة الكشري، ولو عندِك رغيفين أبيض كده قطّعيهم نُصّين وافضلي قطّعيه صغيّر وحمّصيهم، هتعملي طبق عيش محمّص حلو، تعملي حلة كشري ب8 كيلو عدس بجبنة. طيب الأكلة بقى اللي بعدها هاعمل إيه، هاعمل حلة محشي كرنب وفلفل جنبيها. حلة المحشي بتبقى جميلة جدًا وبتبقى مشبعة، واحاول أجيب كرنباية كبيرة، يعني مثلًا لو جه قال لي الكرنباية دي عاملة 30 جنيه، طب الكرنباية الأكبر شوية عاملة كام؟ عاملة 40 جنيه، هاجي أنا أعمل 6 ناصحة وأجيب الكرنباية أم 30 جنيه، أقول لِك لأ أنتِ هنا مش ناصحة، هاتي الكرنباية لو أزيد 10 جنيه، 15 جنيه مش مشكلة، طب ليه؟ علشان أعمل حلة كبيرة للغدا، وأعمل حلة جنبيها كمان وسط أو صغيرة شوية أشيلها في التلاجة لتاني يوم، لو هاحمّر جنبها بطاطس وشوية سلطة، يبقى أنا كده عملت حلة المحشي على يومين، وجنبيها فلفل أخضر اللي أنا حاشياه الرومي يدّي ريحة جميلة، وتبقى الغدوة في منتهى الجمال. طب هاجي الأكلة اللي بعدها هاعمل إيه، هاجيب الكوسة التخينة اللي هي الكبيرة ديًّا، بتبقى في كوسة بتكون مكسّرة كده من مطرح القفص، بتبقى الست حاطاها في مشنّة على جنب، أحاول لمّا أكون هاطبخ أجيب الكوسة دي، ما أجيبش الكوسة الرفيّعة. هاعمل صينية كوسة وأعمل رز واحدة وواحدة، وهاعمل جنبيها مخلِّل أي حاجة، وعايزة أقول لكم إن دلوقتي تجيبوا الليمون المخلِّل علشان نعمل برطمانين حلوين ونشيل واحد إيه، لشهر رمضان، وواحد دلوقتي إن إحنا نبدأ نشتغل بيه. حاولوا إن أنتم ما تضيّعوش أوان المخلِّل يا جماعة. طيب هاجي للأكلة هنا اللي بعدها هاعمل إيه، عايزة بقى أعمل حاجة بالفراخ، هاعمل معايا دبابيس فراخ مشوية ورز أصفر وسلطة طحينة. حاولت بقى إن أنا أستبدل الدبابيس دي، هاعملها بأجنحة، بس أحاول إن أنا أقول لبتاع الفراخ أنا عايزة الأجنحة الكبيرة، حاولي إن أنتِ تزوّدي الفلوس 5 جنيه مش أكتر من كده، وتقولي له أنا عايزة الأجنحة كبيرة شوية، يدّيكِ الأجنحة بتتبّليها تتبيلة الفراخ المشوية، يعني هتحطّي طماطماية، بصلاية، قرن من الفلفل، حبّة من الليمون، من الخل، التوابل بتاعتِك الحلوة تضربيهم في الخلاط وتغسلي الأجنحة كويس، تعصري عليها ليمونة، وبعد كده تصفّيها من المَيّة، تنزلي بالخليط اللي أنا قُلت لِك عليه في الخلاط، تقلّبيها شوية تسيبيها نُص ساعة في التلاجة، وبعد كده ترصيها في صينية وتدخّليها في الفرن حوالي مش أكتر من تِلت ساعة، هتكون طلعت معاكِ مشوية
في منتهى الجمال، حابة إن أنتِ تحطّي لها بطاطس، حابة إن أنتِ تسيبيها زي ما هي كده، والرز الأبيض بتاعنا المصري تعمليه رز أصفر، تعملي سلطة طحينة جنبيها، لو جبتِ ب10 جنيه طحينة سايبة عملتِ غدوة جميلة بالأجنحة، حابة تعمليها بالوراك، بالدبابيس، على حسب ما أنتِ عايزة. ده كان المنيو بتاعنا النهارده، أنا عايزة أقول لِك اكتبي الأكلات وهاتي كل أكلة زي ما قُلت لِك بطريقتها، يا رب كده يجعله أسبوع خفيف علينا، اللهم آمين يا رب العالمين. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.